حبايبنا طلاب تالتة إعدادي. ده شابتر 2 بيتكلم في الكلمات الرئيسية اللي في المعاصر صفحة 271. كابتفز أسرى. كابتفز أسرى محتجزين. طبعا كلمة كابتشر يأسر. كابتفز أسرى وكابتف أسير. entirely بالكلية يعني بالكامل. abroad على متن سفينة. aboard. aboard master سيد أو قائد. freedom الحرية. floating palace قصر ناعم. طبعا palace يعني قصر و floating معناها عائم. homeland الوطن. half guests نصف ضيف. artifacts قطع أثرية. commander قائد خدناها في chapter 1. surfacing الصعود إلى السطح. curiosity الفضول. astonishing مذهل. burials اللآلئ. half prisoners نصف سجناء. بروفيسور اللي هو الأستاذ الجامعة. value قيمة. loyal مخلص. knowledge معرفة وطبعا الكي سايلنت. باور باي عمل بي أو باورد باي عادي. wonders العجائب. gather يجمع. escape يهرب أو مهرب. will وصية أو إرادة. فظيعة الكلمة دي. كلمة will اللي هي WILL بمعنى وصية أو إرادة اللي هي معناها سوف برضه خلي بالكم. distances مسافات. insist يصر. dangers معنى أخطر. Arenax, Conseil and Ned Land were brought inside through an iron door. الثلاثة دول أريناكس وكونسايل ونيد لاند were brought احضروا تم إحضارهم يعني هم اللي حد أخذهم مبنية للمجهول through an iron door من خلال باب حديدي داخل الغواصة. there هناك يعني جوه الغواصة. they met the commander قابلوا قائد السفينة كابتن نيمو. a mysterious man of strong will رجل غامض ذات إرادة قوية جدا and deep knowledge ومعرفة عميقة. نيمو explained that his ship نيمو قال إن سفينته the Nautilus ممكن تلاقوا نطق مختلف مع مدرسين تانيين مهماش. Nautilus was built entirely اتبنت بشكل كامل for life للحياة beneath the sea يعني هي معمولة للحياة داخل تحت الماء. powered by electricity وهي تدور بالكهرباء. طبعا الكهرباء يا جماعة نتكلم في نص القرن ال19 ويبقى عندنا كهرباء. ايه الحلاوة دي. it could travel very long distance تمشي مسافات طويلة without surfacing دون أن تظهر إلى سطح الماء. نيمو welcomed them politely رحب بهم بأدب but made it clear وضح الأمور من أولها. once on board أول ما يدخلوا على سطح السفينة على يعني جوه الغواصة they could never return to land عمرهم ما يقدروا يرجعوا لليابس. they were to remain هم مضطرين remain يظلوا with him معه as long as they lived طالما هم عايشين. بروفيسور أريناكس filled with scientific curiosity. بروفيسور أريناكس طبعا كان بيحب العلم فهو كان مدفوع بالفضول العلمي. he accepted that قبل كده as he wanted to learn about the ocean and its secrets كان بيحب يتعلم أو يعرف المحيط بالأسرار بتاعته. كونسيل أو كونسايل stayed loyal معنى مخلص to his master للسيد بتاعه. but Ned Land who valued freedom اللي كان بيقدر الحرية أكتر above all عن كل حاجة was angry كان غاضبا. he began making a plan بدأ يعمل خطة to escape from the Nautilus. هنا طبعا رد الفعل مختلف. البروفيسور لأنه مندفع ومتحمس للعلم فوافق لكن نيد لاند كان يلا أنا حريتي أهم من أي حاجة. live on Nautilus was astonishing life الحياة على نيوتلس كانت astonishing مدهشة. the ship looked like a floating palace كانت زي floating palace كأنها قصر نعائم under the water تحت المية with a library كان في مكتبة museum متحف big windows شبابيك كبيرة to see deep ocean عشان نشوف الأعماق. نيمو showed them treasures وراهم الكنوز gathered اللي جمعها from the sea من البحر
الكنوز البحرية والكنوز اللي كانت في السفن وغرقت فخدوها. بيرلز لآلئ، جولد ذهب. ancient artifacts قطع فنية. he told them that he kept himself away from land وأنه بعد نفسه عن اليابس. the sea البحر he insisted أصر was his only homeland أنه موطنه الوحيد. thus لذلك they began to feel half prisoners and half guests. بدأوا يحسوا half prisoners لأنهم ما يقدروش يطلعوا الأرض تاني، وهاف جيستس هم مرحب بهم على النيوكليس لكن يطلعوا لا، فبقوا هاف بريزنرز اند هاف جيستس، نص جنة نص ضيوف. they were kept on the journey that it was full. they were kept تم احتجازهم on a journey في رحلة that was full of wonders ممتلئة بالعجائب and dangers والأخطار. السؤال الأول what did Aronnax conceal and Ned Land meet when they entered the submarine؟ مين اللي قابلوه؟ طبعا they met the commander كابتن نيمو. طب what was كابتن نيمو's ship called؟ كان اسمها ايه؟ كان اسمها نيوتلس. كابتن نيمو's ship was called the Nautilus. طب how did Captain Nemo described his ship the Nautilus؟ سماري he said it was built entirely، هي بنيت بشكل كامل for life للحياة beneath تحت the sea الأرض اللي تحت البحر. طب why could the Nautilus travel a long distance without surfacing؟ ازاي ان هذه النيوتلس تسافر مسافات طويلة دون الصعود للسطح؟ because it was powered by electricity، تدار عن طريق الكهرباء. طب why couldn't the three men return to land after boarding the submarine؟ ليه الثلاث رجال غير قادرين ان هم يطلعوا على اليابس بعد ان دخلوا الى السفينة submarine؟ Nemo told them they must remain with him as long as they lived، هيفضلوا عايشين معاه طول ما هم حياة. طيب سؤال 6. How did Professor Aronnax reacted to the situation on the Nautilus and why؟ ايه كان رد فعل البروفيسور على الكلام ده؟ He accepted because he wanted أراد to learn أن يتعلم about عن the ocean المحيط and its secrets وأسراره. طب why was Ned Land so restless؟ restless معناها يشعر بعدم الراحة، اللي هو شاعر بغضب. and angry وغضبان about being bored لما كان على سطح السفينة. طبعا because he valued كان يقيم ويقدر ويثمن الحرية above all عن أي حاجة تانية wanted to escape. طب how was life on the Nautilus؟ كيف كانت الحياة في نيوتلس؟ It was like astonishing، كانت مدهشة. floating palace underwater. طب what can they see through the big windows؟ شافوا ايه من الشبابيك؟ they can see the deep ocean، شوفوا المحيط العميق. طب what treasures did Nemo showed them from the sea؟ ايه treasures يا شباب؟ ايه الكنوز؟ beryls لآلئ، gold ذهب، ancient artifacts. How did كابتن نيمو compare the sea to the land؟ كيف أن كابتن نيمو قارن البحر باليابس؟ طبعا he said sea البحر was his only homeland، أن البحر هو الوحيد الذي هو موطنه، يعني هو لا ينتمي إلى الأرض وينتمي إلى البحر. How did the captives feel at the end of the chapter؟ كيف أن الضيوف شعروا بإيه؟ أو الأسرى شعروا بإيه؟ They began to feel half prisoners half guests، نصف سجناء نصف ضيوف. Critical thinking. Why do you think Captain Nemo chose to keep Aronnax and his friends on the Nautilus instead of sending them back to land؟ ليه كابتن نيمو اختار انه يحتفظ بالشباب دول على سطح النيوتلس بدلا من instead of sending ارسالهم back to land الى الارض اللي لابس؟ طبعا because he didn't want anyone، مش عايز اي حد to reveal أن يفشي secrets الأسرار of the Nautilus
ما هنطلعوا بره وحكوا، هيقولوا ده مش كائن بحري، دي بتاع ده سفينة، والسفينة فيها كذا وكذا وكذا، وهيبتدي يعمل مشاكل لكابتن نيمو. طب عليه اللي يدخل يا باشا ما يطلعش. طيب why did نيدلاند dislike، لماذا أن نيدلاند لم يحب الموقف، بينما الوايل لكن البروفيسور أحب، كان مندهشا. طبعا أريناكس loved science، كان بيحب العلوم and discovery والاكتشافات. وايل بينما اللي هي تساوي لكن. نيدلاند loved freedom and adventure on land، كان بيحب اليابس. طب سؤال 3. Do you think it was fair for Captain Nemo to keep the men on the Nautilus forever؟ هل تعتقد أن كابتن نيمو كان محقا أن يحتفظ بالناس على سطح النيوتلس للأبد؟ Why or why not؟ طبعا أقول it wasn't fair، هذا لم يكن عدلا. Because لأن they didn't choose to stay، هم ما اختاروش إنهم يقعدوا. They lost their freedom، وفقدوا الحرية. طب in what way، بأي طريقة could life on the Nautilus be better or worse than life on land؟ Give examples. بأي طريقة يمكن أن العيش على النيوتلس هو أحسن ولا أسوأ من العيش على اليابس؟ وإدي مثال. ممكن أقول لك better because they can explore the deep sea، أحسن لما يستكشفوا البحار. وممكن تبقى worse، أسوأ because they lost freedom، لأنهم فقدوا الحرية. طيب how might life under the sea، كيف أن الحياة تحت البحر change the behavior، غيرت السلوك and the feelings والمشاعر of the captives over time، ازاي ان الحياة داخل هذه الغواصة غيرت مشاعر الآخرين. They might feel curious at first، في الأول كانوا فضوليون but later، لكن لما هديوا بقى ومشاعرهم هديت become stressed، أصبحوا ضاغطين desperate ويائسين to return home. السؤال 6. Why do you think Captain Nemo chose to stay away from land forever؟ ليه كابتن نيمو قرر انه يقعد بعيد عن الأرض للأبد؟ Because he believed، كان بيعتقد sea البحر كان his real homeland موطنه الأصلي and wanted to live freely، عايز يعيش بحرية away بعيدا from problems، بعيدا عن المشاكل of land اليابس أو الأرض يعني. طب if you were in Nedland's place، لو انت كنت مكان نيدلاند would you try to escape or to stay on the ship and why؟ تحب تهرب ولا تستنى على سطح السفينة؟ طبعا I would try to escape، أنا أحاول أهرب because I would want to live freely، أعيش بحرية. نيجي هنا في صفحة 276. The men met when they entered the submarine. قابلوا طبعا بحار ولا صيادين ولا صياد ولا كوماندر ولا غواص؟ طبعا كوماندر. كابتن نيمو الشيب كولد، السفينة كان اسمها ايه؟ طبعا نيوتلس. طب نيوتلس could travel long distance because it's powered by، هي كانت بتدار عن طريق البخار، الرياح، بخار ولا رياح ولا البترول ولا الكتريسيتي طبعا. once the men were، بمجرد الناس دخلوا السفينة ما يقدروش يرجعوا. هنا طبعا بمجرد الناس كانوا بره السفينة ولا بالقرب من السفينة ولا جوه السفينة ولا بجوار السفينة؟ طبعا aboard. بروفيسور ناكس accepted، قبل to be in Nautilus، أن يكون عن Nautilus because of his، البروفيسور قبل أن يكون عن نيوتلس بسبب إيه؟ أمانته ولا فضوله ولا خوفه ولا يأسه؟ طبعا بسبب الفضول. نيدلاند was angry because he valued، نيدلاند كان بيقدر البحر ولا الحرية ولا الكنوز ولا المعرفة؟ أرناكس stayed because he wanted to learn about seas، كان عايز يتعلم عن إيه بتاعت البحر، أخطار البحر ولا ألعاب البحر ولا أسرار البحر ولا طقس البحر؟ طبعا secrets. Life on the Nautilus seemed
كانت تبدو إيه الحياة؟ إنها بدأت كأنها قصر عائم، يبقى مملة ولا نويزي، ولا نويزي معناها صاخب، ولا ريسكي معناها فيها خطر، ولا استونيشنج؟ استونيشنج طبعا، طالما هي زي قصر عائم يبقى مذهلة. نيمو شوت زم فاليبل، وراهم نباتات قيمة، ولا سي أزايز قيمة، ولا خطابات قيمة، ولا تريجرز اللي هي كنوز؟ طبعا كنوز. نيمو declared that he then space is his only homeland. نيمو أعلن أن إيه هو موطنه الحقيقي؟ الأرض، ولا الأيلاند الجزيرة، ولا الويند، ولا البحر؟ طبعا الإجابة ده رقم بي اللي هو البحر. طيب who were the commander of the Nautilus؟ من هو كوماندر قائد سفينة النيوتلس؟ طبعا كابتن نيمو، يعني مش دور اكتبها. How was Nautilus different from a ship؟ ازاي ان النيوتلس كانت مختلفة عن السفن؟ معروف السفن تعيش فوق المية، لكن دي زي السبمارين، دي غواصة تعيش تحت المية. طبعا it was built entirely for life beneath the sea to live أو to stay beneath the sea. أيوة كملوا. What was كابتن نيمو's character like؟ شخصيته كانت ايه؟ على فكرة هو كان شخصية غامضة جدا، mysterious. سؤال 4. Why didn't Conseil complain about staying in the Nautilus؟ ليه كونسيل ما اعترضش على أو لما اشتكاش من العيش على النيوتلس؟ طبعا because he was loyal to his master، كان loyal مخلصا لمعلمه أو لسيده. ماشي. طيب what made Ned Land believe that they were prisoners not guests؟ ايه اللي خلى نيد لاند يجي له احساس ان هم سجناء؟ طبعا because Captain Nemo told them they could never return to land and they must remain with him forever، يقعد للأبد. طيب what special thing did Captain Nemo collect from the sea؟ طبعا هو collect treasures، هو جمع البيرلز مع الجولد مع artifacts. طيب 8. who made the plan to escape from Nautilus؟ طبعا كان نيدلاند. مين اللي قرر انه يهرب؟ نيدلاند. do you think life on the Nautilus be better or worse than life on land؟ ايهما افضل؟ او الحياة على نيوتلس كانت افضل ولا اسوأ من العيش على الارض؟ طبعا انا اقول لك ان هي يعني لا مش احسن، يعني هي is worse than life on land because of freedom، هما بسبب الحرية. لكن لو حد فيكم عايز يقول مثلا كده لا كانت احسن لاني كانت full of secrets، ممتلئة بالاسرار، تمشي. In your opinion في رأيك يا باشا what the most dangerous thing about saying on the Nautilus؟ give reasons. ايه هو الاشياء اللي كانت خطيرة؟ طبعا هي اخطر حاجة انهم losing their freedom. او to stay in the Nautilus forever. طبعا ده كان شيء وحش جدا. ده هيبقى شابتر 2 مع شابتر 3 ان شاء الله.